السلام عليكم ورحمة الله. شرح النهاردة مهم جدا جدا للعبة كروس فاير. ازاي تعمل صورة للبروفايل بتاعك على كروس فاير عشان يبقى بالشكل ده. هعرفك النهارده بطريقه سهله جدا جدا ازاي تعمل صوره البروفايل، ازاي تظبط المقاس بتاعها، ازاي اصلا ترفعها على موقع كروس فاير. سواء عندك صوره عايز ترفعها او ما عندكش صوره، هعلمك برضو ازاي تصمم صوره جديده. ركز معايا في الشرح ده خطوه خطوه عشان ما تقعدش تسالني في الكومنتات. الاكونت ده تبع حد صاحبي وقال لي اعمل لي صوره، فهنصمم له صوره دلوقتي، ويا ريت تركز معايا عشان انت كمان تعرف تصمم صوره. طبعا انت عشان اصلا تضيف صوره، اولا انت لازم تكون شاري المرسيدس باس. لو انت مش شاري المرسيدس باس فمش هينفع ان انت تضيف صوره اصلا للبروفايل. وفي حاجه مهمه كمان لازم تاخد بالك منها، طول ما المرسيدس باس شغال او فتره الايفنت بتاع المرسيدس باس شغال، الصوره هتفضل ظاهره. اول ما المرسيدس باس ده يخلص الصوره بتتشال. بعدها بكام شهر لما ينزل تاني انت مش محتاج تضيف صوره تاني، هي بتفضل متضافه على الموقع وبتنزل لك اوتوماتيك بمجرد ما تشتري المرسيدس باس. فالمهم خلينا على طول نخش في الشرح عشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. الراجل طبعا طالب مني تصميم بسيط، تصميم ناري يكون باسم الايميل بتاعه في البروفايل والصوره بتاعه الغلاف. فكل اللي علينا اول حاجه هنعملها طبعا ننسخ الاسم بتاعه زي ما انت شفت كده، فحص عنصر عشان ده ما بيتنسخش. فكليك يمين انسبكت، هتلاقي الاسم اهو، هتاخده كده كوبي. خلاص احنا كده خدنا نسخ، ونروح على شات جي بي تي. الموضوع بسيط جدا، ركز معايا مش هاخد منك اي حاجه. شات جي بي تي، هتخش على شات جي بي تي وهتسجل دخول في شات جي بي تي، او ما تسجلش عادي براحتك. يطلب منك هنا طبعا ان انت تكتب العمر بتاعك والاسم بتاعك عادي. اهم حاجه عمرك يكون فوق 18 سنه، حاول تختارها فوق 18 سنه يعني. طيب الموضوع بسيط جدا، اعمل لده كله سكيب، احنا مش محتاجينه. هتيجي هنا في شات وتكتب له انا عاوز برومبت او اكتر من برومبت لعمل غلاف ولوجو باسم، وتقوم عامل شيفت انتر وتقوم ناسخ له الاسم. عاوز اكتر من ستايل، ويا ريت لو ستايل نادي ويكون بنفس زخرفة الاسم. طبعا انت حط الاسم بتاعك او حط الاسم اللي انت عايزه، مش شرط يكون اسم الاكونت بتاعك، ممكن تكتب حط اي اسم انت عايزه عادي وهو هيعملها لك. وبس كل اللي عليك هتقوم عامل له انتر، هو هيدي لك دلوقتي اكتر من كود ونشوف هنعمل ايه. طيب هو طلع لي هنا اهو كذا ستايل. كل اللي علينا نعمله طبعا عشان ناخد الكود ده نحوله لصوره بالذكاء الاصطناعي، طبعا هنروح هنا نكتب جوجل ويسك، سواء بالعربي بالانجليزي اللي انت عايزه، جوجل ويسك، وهتخش على اول خيار ده. بعد كده هتيجي هنا عند كلمه ساين ان اللي فوق وتسجل الدخول ب هنا وهنا. بعد كده تدوس التالي، تنزل تحت، وبعد كده تتابع عشان يدخل. تدوس على كلمة فتح الأداء أو تدوس كلمة غلط عادي. المهم كل اللي احنا عايزينه هنروح هنا وناخد الاستايلات دي كلها عشان نعمل لها صور. هنيجي ننسخ هنا الكود اللي احنا خدناه ونيجي نختار المقاس اللي هو العريض. بس في تركايه لازم تاخد بالك منها، احنا عايزين الاسم اللي في نص الغلاف يكون صغير شوية، عشان لما يكون صغير شوية يعني يكون ظاهر كله، يعني يكون ظاهر كده بالاسم ده، ما يكونش فيه فراغات. فلازم الاسم زي اسم ماندو كده يكون صغير. واو 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 واو، طلع لي الاسماء بالظبط، بس تقريبا يعني مش عارف، حاسس ان هي مش متظبطه قوي. ممكن نخليه مثلا كده بس كفايه، مش لازم عشان في زخرفه ممكن ما تظبطش. طبعا انت لو اسمك مش مزخرف الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك جدا يعني. اللي احنا بنختارها دي الغلاف، ولسه هنختار الصورة. كده ظبط بصراحة، شكله فاجر. حلو 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 اول ستايل ده، الستايل ده جامد. ايه ده يا عم، ايه ده يا عم، ايه يا عم ده يا عم. فممكن احنا عايزين الكلمة نفسها تكون صغيرة عشان نعرف نظبطها، وهتعرف ليه بعدين. فممكن مثلا تيجي هنا عند الكلمة دي تكتب مثلا كلمة سمول، بحيث ان هو يجيبها لنا بخط صغير شوية. وهقول لك ليه دلوقتي بعدين. الموضوع هيبقى احسن. كده صغرها لنا شويه كده هتبقى احسن وهتبقى ظابطه اكتر. جميل قوي، ده عجباني، ودي برضو عجباني. فاحنا ممكن الصور كلها حلوه، بس ممكن نختار دي مثلا. دي حلوه، دي عجباني، هختار دي. حلو.
طبعا انت ممكن تكتب اي ستايل، يعني هو هنا عامل لك ستايلات تانية كتير، يعني مثلا في هنا ستايل جيمنج اهو، اي سبورت. انت ما يعني اللي انت عايزه هتطلبه هيجيلك. في عندك دي برضو حلوة، الاسم ده صغير هينفع، وده برضو جامد، ده جامد جدا، وده برضو جامد. هنجرب ده برضو حلو. تمام. في ستايلات تانية احنا بنكتبها هتتولد دلوقتي، ده هو ده ستايل تاني برضو مختلف، بس انا يعني انا شايف اللي فوق النار ده احسن. تمام ماشي. هناخد الستايل ده ونعمل منه تاني، بس هنعمل بقى منه، هنعمل منه طبعا مربع. نحط البرومبت ونختار منه مربع عشان نختار البروفايل نفسه. يبقى الصورة اللي احنا اخترناها دي اللي هتبقى هنا مكان الناس دي، والصورة اللي احنا بنعملها دلوقتي هتبقى هنا. جامدة جامدة. دي فجرة دي، ودي فجرة. ماشي، ممكن نختار دي عشان برضو الشرح ما نطولش عليكم. طيب احنا كده اخترنا الصورتين، او اخترنا الصور اللي احنا هنعملهم. هنختار مثلا نكتب دي بروفايل، ومثلا ممكن تبقى دي غلاف، لا خلينا في دي، او خلينا ماشي في دي غلاف عشان ايه ما نتلخبطش بس. طيب احنا محتاجين طبعا نعدل الصورة، لان انت لو جيت هنا تحط الصورة من كلمة edit profile، طبعا الكلمة دي بتتفتح لك لما بتشتري المرسنري، بس لما بتدوس عليها بيتفتح لك الموضوع ده. بيقول لك ان انت صورة البروفايل هتبقى 1920 في 300، وصورة قصدي صورة البانر، صورة البروفايل هتبقى 200 في 200. فالموضوع بسيط جدا جدا جدا. هنيجي هنا ونكتب فوتوشوب اونلاين. طبعا لو انت عندك صورة خاصة بيك انت عايز تحطها، فركز معايا عشان الحركة دي مهمة جدا جدا. بعد ما تكتب فوتوشوب اونلاين هتخش هنا على ده، وبعد كده ما يفتح معاك بالطريقة دي هتيجي عند كلمة فايل، وتيجي تدوس كلمة، طبعا الاعلانات دي انا تمام كده، احنا كده خفينا الاعلانات عشان نعرف نشرح ببساطة. يعني هتيجي عند كلمة فايل، بعد كده هتيجي عند كلمة نيو. هو هنا طلب منك وقال لك بيقول لك هنا البانر بتاعك لازم يبقى 1920 في 300. فهنيجي هنا نكتب عند الكلمة دي اللي هي اول واحدة اللي هي ويدج، او العرض 1920. الطول اللي هي الهايت او الطول بالعربي هتبقى 300. تمام. بعد كده هندوس كلمة جريت. لو طلع لك شكل بالطريقة دي يبقى انت كده ماشي صح. تمام. نخش على كلمة فايل، نيجي نفتح على تالت واحدة سواء بالعربي او الانجليزي، هتبقى تالت واحدة معناها اوبن بليس او افتح وسيب على طول. فلما تيجي تدوس عليها نيجي عند داونلود ونختار طبعا الغلاف اللي احنا اخترناه. طبعا الغلاف هيبقى بالطريقه دي. لو كان مخفي كده بالطريقه دي اعرف ان انت بس هتشيله كده وتطلعه فوق الباك جراوند. تمام. هتلاقيه ظهر معاك كده بالطريقه دي، وتيجي تقوم فاتح ده كده عشان تعرف تتحكم فيه براحتك. وبس كل اللي عليك هتيجي توسع كده وتظبط فيه براحتك زي ما انت شايف، توسع كده بسهوله وتظبط بس زي ما انت شايف كده. واو، كده احنا خلصنا البروفايل. هنيجي عند كلمه فايل، ركز في الحته دي جدا، وهتيجي عند كلمه اكسبرت از او بالعربي هتلاقيها اسمها، بص انت هتجيبها يعني انت هتعرفها كده بالشكل، هتقعد تجرب لحد ما يظهر لك الحاجات دي. وهتيجي عند كلمه بي ان جي، ركز لازم تبقى بي ان جي زي اللي انا مختارها بالظبط، ونختار نديها مثلا كلمه A1 او اديها اي اسم عادي، المهم احفظها عشان تعرف مكانها فين. كده احنا خلصنا البروفايل. نخش على الصوره. هنيجي عند كلمه فايل وبعد كده كلمه نيو. هو طالب من هنا الصوره بقى اللي هي البروفايل نفسها اللي هي دي، فين اللي هي الصوره دي. نيجي طبعا نعملها 200 في 200. بعد كده ندوس كلمه كريت. عملنا كده المربع ده بالطريقه دي. هنيجي عند كلمه فايل، نيجي عند تالت واحده ونختار الصوره اللي احنا اخترناها بروفايل، وزي ما انتوا شفتها كده اتضافت. ممكن نقربها، اللي عايز يقربها يقربها، اللي عايز يبهوقها يبهوقها، اللي انت عايزه يا برنس اعمله. هنيجي عند كلمة فايل، نيجي على تالت واحدة، ركز لازم تبقى بي ان جي 200 في 200، وتدوس كلمة سيف كده. خلاص احنا خلصنا البروفايل والبتاع كله كده تمام. ندي مثلا دي كلمة A2 عشان يبقى عارفين الصورة والغلاف. كده احنا ظبطنا المقاسات بتاعته. محتاجين بقى ان احنا نرفعهم على الموقع. فهنا بيقول لك ان احنا هنا سبورت الموقع اللي اسمه اوميجر، اللي هو ده لو دوست عليه كده هيتفتح لك اسمه IMGUR. بس هو ده الموقع. لما تيجي تدخل عليه كده
ونيجي نعمل ساين ان ونيجي نسجل دخول. طبعا مش هيقبل ان هو يدخلك على الموقع، لان دي للاسف بص لما تيجي تدخل مش هيقبل ان هو يدخلك على الموقع. فعشان تتخطى الموضوع ده لازم تنزل VPN. لازم طبعا تفتح الVPN ده هسيب لك اللينك بتاعه، والاداة اسمها VPN بروكسي، هي اسمها كده، لو بحثت عنها طبعا هتجيلك، وهسيب لك برضو اللينكات دي كلها في الوصف. المهم بعد ما بتضيف الاداة دي مهمة جدا جدا عشان تفتح لك الموقع نفسه. هتيجي هنا تقوم مظهر الاداة وتيجي تفتح الاداة كده بالظبط. بتعمل ايه لوكش على ابن اخويا بس. بتيجي هنا تدوس كونتينيو وبعد كده كونتينيو ويز فري، بعد كده لوجين، بعد كده تجيب الكلمه دي، بعد كده اختار لك مثلا اي حاجه انت عايزها. ممكن مثلا تختار فرنسا، ماشي مفيش مشكله، اي دوله مفتوحه عادي. المهم بعد ما بتختارها كده بتيجي هنا تكتب omegar.com. اول ما تدوس على كلمه omegar.com كده هتلاقيها فتحت معاك. طيب لو الVPN ده ما فتحش معاك الموقع، جرب VPN تاني. هو معايا دلوقتي فتح الموقع بكل سهوله. هندوس على كلمه ساين ان زي ما انت شايف، ونختار جوجل، ونختار الايميل بتاعنا اللي احنا سجلنا بيه تسجيل دخول. يا ابني اهدى يا حبيبي، انا بشرح، انا مش فاضي دلوقتي، انا مش فاضي، اهدى كده عسل عشان نشرح كده والدنيا تمشي، هشحن لك زد بيه. المهم زي ما انتم شايفين الموضوع فتحت معايا بكل سهوله. كل اللي علينا نعمله هندوس على كلمه نيو بوست. ايه يا حبيبي؟ فالمهم يا جدعان بعد ما ندوس كلمه نيو بوست هنيجي هنا عند كلمه تشوز فوتو دي، ونختار A1 A2 الاثنين مع بعض اللي احنا اخترناهم، وندوس على كلمه اوبن. بكل سهوله كده هنستنى لما كلمه هنا تجيلنا عشان تقول لنا ان اهي الكلمه دي قال لك ابلودد كومبليتد. انت كده تمام بكل حاجه. كل اللي علينا نعمله هنيجي هنا كليك يمين اوبن، ونيجي على اللي تحت كليك يمين اوبن. يبقى كده ادي الصورتين موجودين. هنيجي عند بتاعه البروفايل اللي هي الطويله هناخدها كده كوبي. بعد كده نيجي على اللي احنا عايزين نغير له. طبعا اعمل ريسيت اول ما تيجي تغير، اعمل ريسيت تاكد ان انت مسجل دخول اصلا ولا لا، عشان لو مش مسجل دخول او هو خرج مش هينفع ان هو يتضاف. فسجل دخول تاني، هسجل دخول واجيلكوا. فتح معايا بكل سهوله، ولكن مش كان عايز يخش. فحاول ان انت تقفل VPN بعد الخطوه دي. يبقى حاول تقفل VPN وتسجل دخول عشان يرضى ان هو يسجل دخول معاك. فالمهم بعد ما سجل دخول هنيجي عند كلمه اديت بروفايل، وهنا عايزين اول واحده نجيب اللي هي الهيدر اللي هي الطويله. فهنروح عند الصوره اللي هي الطويله ناخد اللينك بتاعها كده كوبي. بعد كده نيجي هنا نضيفها هنا، ونروح عند الصوره اللي هي الصغيره ناخد من اللينك كوبي. بعد كده نضيفها هنا ونيجي هنا نعمل سيف. هتلاقيها اتضافت بكل سهوله ولا فيها خطأ ولا حصل فيها اي مشكله. لو اتبعت الخطوات خطوه خطوه مش هيحصل اي مشكله. والموضوع ده طبعا تعمله على اي صوره انت عايزها. اختار الصوره الاول، صمم الصوره، اختار لك تصميم صوره معين انت عايزه او انت حابب اي نوع تصميم انت عايزه. بعد كده خش على الفوتوشوب اونلاين، ظبط صورتك وظبط كل حاجه عشان كل حاجه تبقى تمام. وبعد كده سيفها بالصيغه اللي احنا قلنا عليها، وبعد كده ترفعها هنا وتشغل VPN زي ما احنا قلنا. هتلاقي كل حاجه اتعملت معاك مفيش اي مشكله. طيب نيجي كده عشان نشوفها، مع العلم ان هي ممكن ما تضافش في وقتها، يعني ممكن تستنى مثلا 5 دقايق 10 دقايق عشان تضاف بكل سهوله. فهنستنى كده 10 دقايق ونرجع لكم تاني نشوفها اتضافت ولا لا. زي ما انتم شايفين كده يا جدعان لما عملنا ريسيت الصوره زي ما انتم شايفينها كده اتعملت. بصراحه شكلها فاجر، باينه بكل حاجه وواضحه وجميله جدا جدا جدا. طبعا مش هتكلم، يعني فجره. انا تعبت جدا في الشرح ده. يا ريت تعملوا لايك وتعملوا اشتراك. تعالوا عندي في جروب الواتس متاح فارم ايفنتات، كل حاجه شحن، كل حاجه موجوده. تواصل معايا لو انت محتاج اي حاجه، ولو في حاجه وقفت قدامك كلمني وان شاء الله هحل لك المشكله باذن الله. شكرا ليكم.